انزل، انت ايه اللي مأخرك فوق؟ كنت لسه فوق سطح البيت بنزل الطيارة الورق بتاعتي، وواقف فوق السور اللي بيفصل بين السطح بتاعنا وسطوح الجيران. سمعت جدي بيزعق علشان انزل. صوته كان واصلني فوق برغم انه موجود في الدور الارضي. رجلي فلتت، كنت هقع، لكن ربنا ستر. لميت الطيارة والخيط وركنتها جوه أوضة على السطح. ساعتها الليل كان دخل. لفيت وشي علشان أخرج من الأوضة وأنزل، لكن سمعت صوت خبطة في سقف الأوضة خلتني بصيت لفوق. ساعتها كان في غبار نازل من السقف. السقف هناك كان عبارة عن فروع خشب وبوص وقش، علشان كده سهل جدا أي خبطة تأثر فيه. قلت ممكن تبقى قطة معدية ولا حاجة. خليني أشوف بس جدي اللي بينده عليا. حاولت أهرب من جدي لما نزلت، لكن اتفاجئت إنه بيمسكني من دراعي وبيزعقلي: آخر مرة تتأخر على السطح، مش هكرر كلامي تاني. إدان المغرب تكون نازل، وإلا مفيش طلوع خالص. الشارع بالليل كان مليان عيال. قعدنا نلعب استغماية مع بعض، واستخبينا في شوارع تانية ولعبنا. قعدنا نلعب لغاية الفجر، وبعدها كل واحد دخل بيته وهو مهدود من التعب. وأنا كمان نمت بعد ما غسلت وشي وإيديا ورجليا. لكن قبل ما انام كنت سامع جدي بيقول لجدتي: مش عايز هيثم يطلع فوق السطح تاني، النهاردة نزل من فوق قرب العشاء. قمت من النوم بدري، كان الكل لسه نايم. رجلي أخدتني للسلم وطلعت للسطح. كان كل همي إن أنا أظبط الطيارة بتاعتي علشان أقدر أطيرها العصر. دخلت الأوضة اللي حطيت فيها الطيارة، ما لقيتهاش. أكيد جدي خدها علشان ما اطلعش تاني على السطح. عموما أنا مستنيه، أول ما يصحى هروح أشوفه شالها فين. لكن وأنا ماشي لمحت في الأوضة التانية ظل الطيارة. غريبة، إيه اللي دخل الطيارة أوضة الفرن؟ دخلت الأوضة لقيت الطيارة مفرودة والخيط مفرود، بس مليان عقد. فضلت وقت كبير قوي لغاية ما عرفت أفك العقد اللي موجودة في الخيط. لميت الطيارة وحطيتها جنب الفرن، ونزلت عشان أطلع تاني العصر. نزلت وقفت قدام البوابة. جاري في البيت اللي جنبي لقيته طالع من الباب: ايه الجنان اللي انت فيه ده؟ حد يطلع يطير في نص الليل؟ مين ده اللي بيطير في نص الليل؟ انت يا ابني؟ انا؟ لقيته بيبصلي باستغراب: يا ابني انا شايف طيارتك في نص الليل، وبعدين طيارتك معروفة عن كل الطيارات اللي هنا، مش هي عليها نجوم سودا؟ والخيط بتاعها كان نازل على السطح عندكم. وقفت ومعرفتش ارد. كنت بسمعه وانا بفكر في مكان الطيارة اللي اتغير. هو ايه اللي بيحصل؟ دخلت البيت لقيت جدي بيقول لي: مش مسموح لك تتأخر بعد أذان المغرب على السطح. قلت له وانا بحاول افهم منه السبب: لكن يا جدي كل عيال الشارع بتنزل بعد المغرب بشوية، اشمعنى انا اللي انزل قبل المغرب؟ اسمع اللي بقولك عليه، تنزل قبل المغرب يعني تنزل قبل المغرب. نسيت ابن عمك اللي وقع من فوق السطح وهو بيطير الطيارة ومات؟ انت كنت لسه صغير، لكن اكيد فاكر اللي حصل. رجعت بذاكرة لورا وافتكرت اللي حصل. كان وقتها عندي 6 سنين. الشارع كله اتكهرب لما مرات عمي صرخت وقالت ابني مات. اهل الشارع كلهم كانوا عندنا في البيت. ناس كتير كانوا في المسقط اللي كان ابن عمي نايم على ارضه وفي بركة دم حواليه. يومها ابن عمي سقط من فوق السطح وهو بيطير طيارته الورق. كان بيطيرها من فوق اوضة الفرن من ناحية المسقط. ساعتها كم واحد من عيال الجيران على السطوح اللي جنبنا قالوا ان هم سمعوه وهو بيصوت قبل ما يقع، كأنه كان بيقاوم حاجة عمالة بتزقه ناحية المسقط. لسه فاكر يوم الجنازة. يومها كان كل واحد بيحذر ابنه انه يطلع فوق سطح البيت علشان ما يحصلوش زي اللي حصل لابن عمي. لكن كل حاجة بتتنسي مع الوقت. الدنيا بعد كده مشيت ولا كأن في حاجة حصلت. لكن جدي هو الوحيد اللي لسه بيفكرني بالموضوع وبيحذرني من ان انا اتأخر فوق. طلعت فوق السطح مع اذان العصر.
دخلت اوضة الفرن واتفاجئت ان الطيارة اللي لمتها مفرودة تاني والخيط بتاعها متلخبط. بصيت على البيوت اللي حوالينا، مفيش حد يطول انه يعدي على سطحنا، ولا حد يقدر يطلع من تحت للسطح وينزل من غير ما حد يشوفه. باب الدور الارضي مفتوح على طول، ودايما جدي وجدتي قاعدين على الباب. ما حبيتش اشغل بالي كتير، لميت الطيارة وخدتها وطلعت فوق اوضة الفرن، لكن ما قربتش من المسقط. بدأت اطير الطيارة، ومع الوقت حسيت ان في حاجة بتتحرك تحت رجلي. قلت يمكن في فراغات في القش رجلي بتغرز فيها ولا حاجة. الوقت اخدني واذان المغرب ادن، وما كنتش لسه نزلت الطيارة. سمعت ساعتها صوت جدي طالع من اوضة الفرن: مش انا قلتلك قبل اذان المغرب تكون نازل؟ نزلت الطيارة بسرعة ولميتها، ونزلت من فوق اوضة الفرن ودخلت وحطيت الطيارة جنب الفرن، بس ما لقيتش جدي. قلت يمكن طلع يقول لي كده ونزل تاني، لكن الأوضة كانت حر. حطيت ايدي على الفرن لقيته سخن. هي جدتي طلعت وولعت الفرن امتى؟ يعني جدي وجدتي انا ما شفتهمش؟ نزلت وانا بحاول اخلي جدي ما يشوفنيش، لكن اتصدمت. لقيت جدتي كانت بتتكلم بتقول ان جدي في مشوار من قبل العصر وهيتأخر. اتصدمت اكتر لما لقيت جارة لينا ندهت عليها، قالت لها عندك عيش بيتي؟ ساعتها جدتي قالت لها ده احنا ما خبزناش من اسبوعين، ولا حتى طلعت عند الفرن. امال جدي كلمني ازاي فوق من شوية؟ والفرن شغال ازاي؟ الموضوع بدأ ياخد منحنى تاني، مش حكاية خوف من ان انا اقع زي ابن عمي من فوق السطح. الحكاية شكلها اكبر بكتير. حاجة كده خلتني اطلع فوق السطح بالليل. كنت عايز اطمن على الطيارة بتاعتي، اشوف مكانها اتغير ولا لا، وايه اللي ممكن يكون بيحصل لها. طلعت بالراحة من غير ما حد ياخد باله. على اخر قلبة السلم قبل السطح حسيت بخوف. وقفت، وكان في صوت زي وش كده طالع من الأوضة اللي في وش السلم اللي هي أوضة الفرن. وقفت ساعتها عشان اسمع ده صوت ايه، فيران، قطط؟ لا لا لا، ده صوت حد بيتكلم. كل اللي كنت فاهمه من الكلام كلمة الفرن. ده صوت واحدة ست كانت بتقول خلي بالكم من الفرن، النار عالية. لما سمعت الصوت بوضوح حسيت ان اوضة الفرن بتنور، عاملة زي كأن النار ماسكة فيها. بعدها لقيتني برجع لورا، كانت عروق الخشب بتاعت سقف الأوضة بتتحرك وكأن حد بيزقها. نزلت السلم جري، العرق كان مغرق هدومي، كان نفسي عالي كأني جريت 20 كيلو. الحمد لله ان انا جدي ما شافنيش، لكن لقيت ايد بتشدني بالراحة. وبعدها سمعت صوت عمتي وهي بتقول وانت كنت فين؟ انت كنت على السطح؟ كنت عارف انها مش هتقول لي جدي حاجة. قلت لها اه كنت فوق. لقيتها بتقرصني قرصة خفيفة من ودني: اوعى تقرب من اوضة الفرن. عمتي حتى ما ادتنيش فرصة ان انا اسألها عن حاجة، قالت لي كده ومشيت. بس انا كنت عامل حسابي اول ما تبقى فيه فرصة هسألها عن سبب اللي قالته. وقبل ما ادخل انام سمعت جارتنا بتقول لجدتي انها عايزة تيجي تخبز عندنا. جدتي وافقت، قالت لها هنبدأ بعد الظهر. لكن جارتنا قالت لها طب ليه مش بعد العصر، على الاقل الجو يكون طراوة. جدتي قالت لها لا، احنا احتمال نروح فرح حد قريبنا بعد المغرب، احنا ما عندناش فرح حد قريبنا. جدتي بتقول اي كلام لجارتنا علشان ما تطلعش فوق بالليل. يا ترى ايه السبب؟ بعدها دخلت نمت، وبدأت اقارن بين كلام جدي وكلام عمتي. جدي على طول بيقول لي ما تطلعش على السطح بعد اذان المغرب، وعمتي بتقول لي ما تقربش من اوضة الفرن. يعني هي المشكلة في السطح ولا في اوضة الفرن؟ نمت، حلمت ان انا لميت طيارتي ودخلت احطها في اوضة الفرن. كنا بالليل، سمعت خبطة، بصيت ورايا لقيت باب الأوضة اتقفل عليا. حاولت افتح الباب بس معرفتش. شوية ولقيت الحر بيزيد، الصهد كان طالع من الفرن اللي ولع فجأة، والنار بدأت تزيد وتطلع بره الفرن، بدأت تاكل كل حاجة في طريقها. انا كان ظهري للباب،
والنار كانت بتقرب مني، ومع شدة الحر حسيت بنظري بيروح. واحدة واحدة بدأت أتخنق والدنيا تضلم حواليا، وما عدتش حاسس غير بجلد وشي وهو بيتحرق. ألم رهيب خلاني أصوت: اصحى يا هيثم، اصحى! كان صوت عمتي وهي بتهزني علشان أقوم من النوم. مالك؟ انت كنت شايف كابوس ولا ايه؟ حكيت لها الحلم زي ما شفته. لقيتها واقفة مذهولة وهي بتسمعني. طب استعيذ بالله ونام، وما تطلعش فوق بالليل تاني، ما تطلعش فوق بالليل تاني. محدش عايز يفهمني. مطلوب مني ما اطلعش فوق بعد المغرب، بس انا عايز اعرف السبب. ليه ما اطلعش فوق بالليل؟ لفت نظري برضو حاجة غريبة. البيت كله متجدد، حتى السطح، ما عدا اوضة الفرن هي اللي قديمة. الحيطان عليها دخان اسود، والسقف بتاعها زي ما يكون فيه اثار حريق. صحيح انا جدي اشترى البيت وجدده، ده كان قبل ما اتولد، لكن ما سمعتش ان حصل عندنا حريقة في البيت قبل كده. والليلة دي قررت اطلع بعد ما الكل ينام. وقفت على السلم قبل ما ادخل السطح. ما كانش فيه اي حاجة غريبة، يمكن ده اللي طمني شوية وخلاني ادخل. اول حاجة دخلتها هي اوضة الفرن. بعد ما قربت من الفرن سمعت صوت باب الأوضة وهو بيتقفل. الباب اللي كان بايظ وما بيقفلش، بس المرة دي اتقفل بشكل غريب ويخوف. على طول افتكرت الحلم. مجرد احساس ان ممكن يتحقق كان شيء مرعب. حرارة الأوضة بدأت تزيد، ومعاها بدأت اسمع وشوشة، نفس صوت الست اللي سمعتها بتقول نار الفرن عالية، لكن المرة دي كانت بتقول نفس اللي عمله ابن عمك. ما كانش بيسمع الكلام، وهو خد جزاؤه. ساعتها حسيت ان انا مغيب عن الوعي، ارادتي مسلوبة. باب الأوضة اتفتح، وبدل ما انزل تحت لقيتني بطلع فوق السور، بطلع فوق سقف الأوضة، وبروح ناحية المسقط. وقفت ابص للمسقط المظلم، وكانت عندي رغبة ان انا احدف نفسي من فوق، لغاية ما فقت على اكتر من ايد كانت بتشدني. كانوا 2 من الجيران نزلوني من فوق السقف، وواحد منهم قال لي: انت جدك هيتجنن تحت، انت ايه اللي مطلعك كده؟ بقاله ساعة بينده عليك وانت في دنيا تانية. نزلت معاهم وتوقعت ان جدي هيضربني اول ما هيشوفني، لكن اتفاجئت بيه انه بياخدني في حضنه. المرة الجاية مش هتكون عايش، اسمع الكلام. عدت ايام كتير، ما كنتش بحلم بحاجة غير اوضة الفرن، اللي فيها اكيد حاجة سكناها او مسيطرة عليها. الموضوع ما كانش في السطح، السر كان في الأوضة. لغاية ما عمتي قررت انها تحكي لي اللي حصل. احنا اشترينا البيت ده بسعر رخيص، اتاري صاحبه كان بيحاول يخلص منه بعد ما حصل لابنه نفس اللي حصل لابن عمك. جدك اول ما اشترى البيت كان سهران على السطح. ساعتها شاف واحدة ست قاعدة قدام الفرن بالليل، وكان شكلها وحش جدا. بصيت له وكانت عينيها منورة. ما تفتكرش انك امتلكت السطح لما اشتريت البيت. السطح مش ملكك، الأوضة دي بالذات مش ليك. انا هديك فرصة تنزل، واعتبر ده تحذير. بعد اذان المغرب ممنوع حد فيكم يطلع، واللي هيطلع مش هينزل. ساعتها بس عرفنا ليه صاحب البيت كان بيحاول يخلص منه بأي تمن، وعرفنا كمان ان الناس اللي قبله خلصوا منه بنفس الطريقة. بس على حظنا كانت ريحة البيت فاحت ومحدش عايز يشتريه، وعلشان كده جدك قرر انه يتعايش مع الواقع. انا سألت ناس قديمة في الشارع، قالوا لي ان صاحبة البيت زمان الفرن هب فيها، ولع في الأوضة واتحرقت، ما لحقتش تقوم حتى من قدامه وتهرب. ومن ساعتها روحها ساكنة في الأوضة دي، وبتعتبر ان اي حد بيشتري البيت انه بيتعدى على ملكيتها. علشان كده بتحذره، ولو ما استجابش للتحذير بيكون جزاؤه الموت، زي ابن عمك اللي اتحذر اكتر من مرة ما يطلعش فوق بعد المغرب، وكان بيطلع لغاية ما جبناه ميت من المسقط. حتى لما جددنا البيت والسطح اتفاجئنا بان اوضة الفرن رجعت لشكلها القديم تاني، ومن ساعتها محدش فينا بيطلع فوق بعد المغرب.
أيام كتير عدت كنت بحلم بأوضة الفرن. أكتر من مرة يجيبوني من على السلم وأنا طالع فوق بالليل. ما كنتش بعرف إزاي قمت من النوم وإزاي خرجت. حسيت إن أنا بمشي وأنا نايم، لكن إحساسي إن في حاجة بتشدني، في حاجة عايزاني أطلع فوق السطح بالليل. بس اللي بقى بيحصل كل ليلة مني خلى جدي يعمل بوابة على السطح ويقفلها، وأنا بدون إرادتي لقيتني واقف قدامها بفتح القفل. معرفش إزاي طلعت، وبالرغم إن مفتاح البوابة محدش يعرف مكانه غير جدي، إلا إن أنا كل اللي فاكره إن أنا لقيت المفتاح جنبي على المخدة أول ما فتحت عينيا. وبدون إرادتي برضه لقيتني واقف فوق سقف أوضة الفرن ناحية المسقط. الدنيا حواليا مشوشة، مش سامع حاجة، مش شايف. عينيا مش بتبص غير في المسقط المظلم، وشايف ابن عمي وهو نايم في أرض المسقط غرقان في دمه. هو كان جسم ابن عمي وهدومه اللي مات بيها، لكن الغريب إن ملامحه وهو ميت كانت ملامح أنا.